ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هنتكلم في على فيلم يور مونستر. الفيلم بيحكي عن لورا اللي هي ميليسا باريرا، بتكتشف ان عندها كانسر وحبيبها جيكوب بيسيبها في الوقت ده، وهو مخرج مسرح والمفروض انها كانت هتأدي دور البطوله في المسرحيه الجديده اللي هيعملها، فبالتالي بيمشيها من الدور وبيقرر ان هو يدور على ممثله ثانيه. لما بتبدا تتعافى وتسيب المستشفى بتروح بيتها القديم، بتكتشف ان في مونستر موجود في البيت بتاعها، وهو اسمه كده، هو اسمه مونستر في الفيلم، وبيقرروا يعيشوا مع بعض كانهم روم ميتس. وفي نفس الوقت بيجي جيكوب بيرد عليها تلعب دور صغير في المسرحيه اللي كانت هتقوم بدور البطوله فيها، وبتوافق في الاول وبتتوالى الاحداث. انا كنت متحمس للفيلم ده لان افلام الرعب السنه دي كانت حلوه اصلا بالنسبه لي، دي حتى دي سنه افلام الرعب كتير جدا ومن جميع الانواع، والفيلم ده كان المفروض ان هو تركيبه مختلفه على كلام الناس، يعني فيلم رومانتيك كوميدي وفي نفس الوقت هو فيلم رعب. وهل بقى الفيلم حلو؟ الفيلم فيه فكره حلوه وقصه ماشيه بشكل حلو، بس الفيلم ده من النوادر قوي، او بقالي فتره ما مرتش بالحوار ده، ان انا اتفرج على الفيلم الاقي النص الاول منه ماشي بشكل وتبقى فعلا مقتنع نوعا ما باللي بيحصل، وتيجي النص الثاني تقول ايه اللي حصل ده؟ هو ايه اللي وصلهم لكده؟ ايه اللي خلاهم يعملوا الحوار ده كله؟ ايه اللي حصل في النص الثاني؟ ايه الفرق الكبير قوي بين النص الاول والنص الثاني ده؟ بس تعالى كده الاول نتكلم عن المميزات. النص الاول كان ماشي فعلا بشكل حلو جدا، وكان السرد بتاعه حلو، وبرغم ان الفيلم مدته ساعه ونص اللي انت هتحس ان الفيلم اطول من كده، ومش بقول كده بشكل سلبي لو الفيلم كان ممل، لا بالعكس، انا اقصد ان فعلا كل مشهد كان واخد وقت، وتحس ان السرد كان ماشي بشكل سلس جدا. وطبعا النقطه تحسب الاخراج، كارولين ليندي دي اول تجربه سينمائيه ليها، بالمناسبه برضه هي كاتبه القصه. التمثيل كان حلو، ميليسا باريرا ممكن ده يكون احسن اداء ليها، يعني انت شفتها في سكريم ومثلا فيلم ابيجيل برضه كان نازل السنه دي. الفيلم ده مش فرق كبير قوي ولا تحس ولا ده الجامد قوي بتاعها يعني، بس هي عرفت فعلا توصل البنت المظلومه البريئه اللي مش عارفه تاخد حقها في بدايه الفيلم، والتحولات اللي مرت بيها، والنسخه المرعبه اللي وصلت لها في اخر الفيلم. تومي دوي بدور المونستر هو كان مطلوب منه يطلع مشاهد كوميديه وطلعها فعلا بشكل حلو، والكيمستري ما بينه وبين ميليسا باريرا كانت حلوه جدا، وهي اصلا هي دي كانت ممشيه الفيلم، لان هو الفيلم ميال قوي لحته الرومانتيك كوميدي. وايه بقى الممثلين كانوا كويسين زي ما قلت، مش حاجات جامده ولا التمثيل الفظيع، بس حلو بالنسبه لفيلم رعب. وفعلا حته ان الفيلم كان واخد وقته في سرد الاحداث بالذات في النص الاول كانت حلوه قوي، لانها كانت مساعده في القصه اكتر. وحاجه احترمتها قوي في قصه الفيلم ده ان انت لحد اخر الفيلم، دي بقى لحد الاخر حتى مش النص الاول بس، انت مفيش دليل ان المونستر ده شخص حقيقي، والنهايه في حد ذاتها بتوصل لك فعلا ممكن ده ما يكونش، ممكن كل ده حاجه خياليه في دماغ البطله نفسها، وكان ده بيمثل الجانب المظلم الغضبان منها اللي بيشجعها ان تاخد حقها وتنتقم وما تسكتش على الظلم اللي هي تعرضت له والكلام ده كله. كانت تشريح حلو برضه بالنسبه لفيلم رعب. ومن هنا بقى نيجي على الحاجات اللي ما عجبتنيش، انا ضحك عليها في الفيلم ده من الاخر. انا كنت فاكر انا هتفرج على فيلم رعب في تركيبه رومانتيك كوميدي، هو الفيلم ما يعتبرش رعب، هو فيلم رومانتيك كوميدي. انت شيل المونستر ده وحطه شخص عادي جدا، هو هيبقى فيلم رومانتيك كوميدي ما فيهوش اليمنت الرعب اصلا. ده برضه حتى في النص الاول اللي انا اصلا كان عاجبني، بس اللي خلاني ان وانا بتفرج ما اقولش ان دي حاجه وحشه قوي في الفيلم، لان خلاص ممكن تكون اخطاء دعايه، بس هو مش فيلم رعب. وخلاص التجربه دي بدل ما انت بتتفرج على فيلم رعب بشكل مختلف شويه او بتركيبه مختلفه، وده اللي انا كنت متوقعه، لا انت بتتفرج على فيلم رومانتيك كوميدي بتركيبه مختلفه شويه، بتركيبه دارك اكتر سنه. دي في حد ذاتها مش عارف انها قفلتني من الفيلم، بس انا ماليش في رومانتيك كوميدي، ففي سنه احباط كده، انا كنت مستني فيلم رعب. وهنا بقى نيجي على النص الثاني من الفيلم. عارف انت اللقطه دي لما بيبقى البطل او في الحد بقى البطله في الحضيض وبتبدا تطلع واحده واحده وتقوم، وبعد كده تحصل لها ازمه في النص عشان خاطر تختبر النضوج اللي مرت بيه على مدار الفيلم، وتوصل بقى من هنا لحد الفاينل اكت. هو هنا يعتبر ده حصل نوعا ما الازمه دي، بس في نفس الوقت هي حصلت بتدمير كل النضوج اللي مرت بيه على النص الاول من الفيلم، حيث نص الفيلم الاول كله شبه اتلغى. الحوار ده ساعات بيحصل، وخد بالك انا مش بتكلم عن فكره الازمه اللي مرت بيها، لا انا بتكلم عن فكره الكاركتر نفسها وتصرف معين هي عملته، فتحس ان كل اللي انت مريت بيه في نص الفيلم الاول راح. ساعات الحوار ده بيتعمل بشكل حلو ويبين لك قد ايه الشخصيه دي ضايعه خالص مثلا وكده، بس هنا ما تحسهاش انها كانت معموله بشكل حلو قوي، بالذات لان انت اصلا قبل النص الثاني على طول او في نهايه النص الاول في مشهد مواجهه، وتحس خلاص هو ده الشخصيه اللي بتبدا تاخد حقها. وكان مشهد مواجهه كان نوعا ما يعني هو مضحك، يعني تحسه مشهد اوكورد شويه، بس في نفس الوقت كان موصل البوينت اللي كان عايز يوصلها، تحس مشهد فعلا كان مظبوط. يعني اول مشهد كان المفروض يبقى كده، يبقى المفروض بالشكل اللي طلع بيه، وده كان بيخدم رساله الفيلم والنضوج اللي مرت بالشخصيه دي. وتحس خلاص انت اوريدي وصلت الحق، انت داخل بقى يعني انت خلاص مريت بتشابتر كامل، فانت بقى مستني الازمه. والمشكله بقى ان بعدها على طول، عارف على طول بعدها بمشهد بالظبط كل ده راح، وتلاقي في الاخر نص الفيلم الثاني هو نص الفيلم الاول، نفس القصه تقريبا بنفس الاحداث، مفيش جديد، هو تكرار، يعني هو تكرار اللي حصل في النص الاول بس بنسخه دارك اكتر.
دي في حد ذاتها انا خلاص بدات اقفل من الحته دي. وفي العادي ما كنتش حاجز قوي في الكلام ده، لان المفروض ده فيلم رعب، انت مش بتركز في القصه، انت في الاخر بتركز في التسليه. بس هو ما كانش فيلم رعب، هو كان فيلم رومانتيك كوميدي بتنكر في هيئه فيلم رعب، او معنى اصح بتنكر في هيئه فيلم فن مش رعب حتى. وايه بتكمل النص الثاني بالنسخه الدارك اكتر، ولحد اخر الفيلم بيجوا بقى يفتكروا ان هم في فيلم رعب، ويحطوا لك لقطه مرعبه في اخر الفيلم في مشهد النهايه بالظبط، يفتكروا بقى ان الفيلم ده مصنف رعب، فهنعمل بقى ايه الحاجه اللي تخلي الفيلم ده يليق ده فيلم رعب في اخر الفيلم. واللي تحسها جت كده تحول ما كانش مقنع خالص، ولو ما انتش فاهم ليه يعني، عارف تحس انها حاجه اتحطت في اخر لحظه كده بس عشان يلا نعمل فيلم رعب. يعني عارف انت خلاص الانتقام حصل، البطله خدت حقها، بس تيجي في الاخر تزود حته ملهاش اي لازمه عشان خاطر توصل ان هو فيلم رعب. مع ان على فكره هي الفكره من النهايه في حد ذاتها مش وحش، يعني الفكره ماشيه النهايه في حد ذاتها مش وحش، وتحس انها نوعا ما جايه بشكل دارك كوميدي، فكانت ممكن تطلع بشكل حلو، وكانت ممكن تناسب جدا مع تحول الشخصيه، وحته انت ما انتش متاكد من وجود المونستر ده على مدار الفيلم. بس انا ما عجبنيش التحول ده اصلا، لانه ما كانش مخدوم صح. فلو انا مش ضد المشهد نفسه او النهايه نفسها قد ما انا ضد ان ما فيش حاجه وصلت للحركه اللي حصلت في الاخر دي، يعني حاجه بتدي لده. وفي الاخر كده بعد ما الفيلم خلص تحس انت ما انتش عارف هل دي كانت المفروض تكون قصه سايكولوجيكال دارك كوميدي مثلا، وهي متنكره على هيئه فيلم رعب خفيف او فيلم رومانتيك كوميدي خفيف، اللي هو المفروض متنكر على انه فيلم رعب بس هو مش رعب، ولا هي فعلا قصه مش مكتوبه حلو وخلاص. لان انت نوعا ما شايف ان في عناصر فيلم حلو هنا. وعلى فكره يعني بعد كل ده انا ما كنتش قدام الفيلم، انا طلعت في الاخر متسلي وشايف قصه فيها امكانيات حلوه، وحسيت الفيلم نوعا ما حتى لو ما عجبنيش قوي بس حسيت فيلم مثير للاهتمام. يعني حتى لو ده مثلا مش اقوى فيلم رعب السنه دي ولا من اقوى فيلم رعب السنه دي خالص، بس في نفس الوقت ما تحطش في حته الافلام السيئه ولا حتى في حته افلام الرعب السيئه، هو تحسه فيلم رعب فيه فكره بس ما كانش فيه التنفيذ اللي قد الفكره دي. وهديله 6.5 من 10 وبس كده. ده كله على فيلم يور مونستر. انتوا شفتوا الفيلم ولا لسه؟ لو شفتوه اكتبوا في الكومنتات، لو ما شفتوش روحوا شوفوه، هو اوريدي اصلا الفيلم نزل على النت فهو سهره لذيذه يعني. بس الفيلم فيه مشهدين كده مش بشاد عليه قوي، مش حاجات جامده قوي يعني، بس مش بشاد عليه قوي برضه، بس لو عادي يعني ممكن لو عديتهم كده او جريتهم ما يفوتكش حاجه يعني في الفيلم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.